ولما كانت الليلة 56 بعد 107 من ليالي 1000 ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تكمل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ياسمين نزلت إلى القاع لترى حبيبها كريم، وكان في حال أليم بعد أن شاهد الربان يشدد عليها قبضته ويدخلها قمرته، فأصيب بإغماء ورشوا عليه الماء. فلما رأى ياسمين في ملابس النساء وفي منتهى الحسن والبهاء، صرخ وراح يضرب وجهه بالحديد ويئن من الألم الشديد. فلما اقتربت منه صاح في لهجة ثائرة: ابتعدي عني يا فاجرة، إنك لم تعودي ياسمين التي أحبها من سنين. لا 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 تقل يا كريم هذا الكلام، إنه يسبب لي أفظع الآلام. إن الربان لم يمسني بأي سوء يا كريم، والله وحده عليم. أنا لا أقبل هذا الكلام. هل أنا أحمق أم غلام؟ لقد رأيته يشدد عليك قبضته ويدخلك قمرته، ثم أين ارتديت هذه الثياب؟ معه خلف الباب. ابعدي عني، فلا أريد أن أراك بعد الآن، ورأس أبي مجدوان. إذا ظللت مصمما على كلامك فسأرمي نفسي في البحر أمامك. أقسم لك من جديد إن الربان لم يمسسني بسوء، وتركني وحدي في هدوء، وكل الذي عناه أنني اعترفت بأنني فتاة حتى يبيعني في السوق بمبلغ كبير لتاجر أو أمير. هذا هو الذي حدث، وقبر عمي مجدوان. قبر عمك مجدوان؟ هل مات السلطان؟ سأروي لك الذي كان، وكل ما أرجوه أن تثق في ياسمين وحبها الأمين، فقد عرفنا كل شيء من الفارس بن عبيد بعدما تغيبت في الصيد. ما هذا أيها الوزير مقصود؟ هل يتصور هذا في الوجود؟ خنجر ملوث بالدماء في مخدعي وتحت وسادة مضجعي. مولاي، وقد علق فيه رق غزال مكتوب عليه سؤال. مولاي، إن هذا تقصير بالغ خطير، ومعناه أن في هذا القصر من يستطيع أن يذبحني وأنا نائم وفي الأحلام هائم. سأبث العيون والأرصاد وأكشف ذوي الأحقاد. إنك تتكلم ولا تفعل شيئا أيها الوزير. اقرأ هذا الكلام الخطير. شمدوان أيها السفاح الخطير الذي لم يسبق له نظير، أين اختفت أم كريم وياسمين؟ هل ذبحتهما بسكين؟ بل أين اختفت سمر؟ ليس لها أثر. أيها الدموي الرهيب، ستلقى جزاءك عن قريب. إنهم يهددونني يا مقصود، وأنت إلى جواري موجود. تزعم أنك لا تنام وترقب كل الأنام. أعدك يا مولاي في خلال أسبوع أن أكشف سر هذا الموضوع. وما دام هذا التحذير قد وصل إلى مضجعك ودخل إلى مخدعك، فقد قربت المسافة بيني وبين المتآمرين، وسأصل إليهم جميعا عن يقين. لكن إذا سمح لي مولاي شمدوان فلا بد من إجراء الآن. أي إجراء يا مقصود؟ إعلان محدود. فبالنسبة لأم كريم وياسمين،
نشيع بين الناس أجمعين أنهما سافرتا في رحلة عريضة لأداء الفريضة. وهل يصدق الناس؟ نعم. وعلى أي أساس؟ وهل معقول أن يسافرا لأداء الفريضة دون احتفال بديع وتكريم وتوديع؟ ما علينا سوى إطلاق الإشاعة في ساعة، وسيجد الناس أنفسهم تفسيرا في الحال لسفرهما دون احتفال، فالشعب في عامته يصدق قادته. كلامك معقول، فافعل ما تقول. وأضف إلى الإشاعة أنهما سافرتا دون احتفال بسبب الظروف والأحوال، فإنهما لا يزالان بالألم يحسان من أجل مجدوان، وبسبب مصرع كريم المفاجئ له. يا سلام، هذا يا مولاي هو الكلام. أما بالنسبة للسمر فسأعلن وفاتها هذا المساء، وأتلقى فيها العزاء، وأقضي بذلك على كل الشكوك في ساعات. موفق ورب السماوات. أما أنا فلن أعود إلى مولاي وأراه إلا بعد أن أقبض على الجناه. لقد كلت يداي من ضرب الكلبتين، سأستلقي دقيقتين. إن جفوني ثقيلة، ليس لتفادي النوم وسيلة. كف يا سرحان عن أذانا، يكفي الزمان وما بلانا. عجيبة، الكلبة تتكلم كإنسان وفي أفصح لسان. لو عرفت من أنا يا سرحان لكففت عن ضربي من زمان. وأنت أيضا تتكلمين كإنسان مبين. ما هذا يا رب العالمين؟ إنه الساحر اللعين الذي كلفه شمدوان بأن يحولني إلى حيوان. تب إلى ربك في الحال، أتضرب هذا الجمال؟ يا إلهي، ما هذا؟ إني رأى الكلبتين. ما هذا الإنسان؟ إنه يملأ المكان. مساء الخير يا سرحان. ألا تذكرني يا سرحان؟ لا. كل ما أنصحك به الآن أن تعصى شمدوان ولا تضربنا بعد اليوم. إن دعاءنا عليك سيضرك يا سرحان، وإلى آخر الزمان. من أنتما؟ وكيف تحولتما؟ إني أختنق. إني أختنق. ما هذا الذي رأيته في المنام؟ يا سلام. تذكرت الآن، تحولت الكلبتان إلى امرأتين مرتين، ولكن أين هما؟ هما لن أستطيع ضربهما بعد الآن، إنهما إلي تنظران. ما هذا؟ عيونهما عيون آدم.